قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار. تصور إنسان عنده أخطاء في حياته استوجبت النار، لكن ربنا يؤمر النار تبعد عنه، تحرم عليه النار، حرام تلمسيه، أنت من أهل الجنة. ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ كل هين لين سهل. فاللي حاسس بقسوة وبطش يعمل حاجتين العلماء قال عليهم. رقم 1: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فكثرة الكلام بغير ذكر الله بتقسي القلب وإحنا مش ناقصين. فخلي عندك دايما أوراد أذكار بتقولها، وسبحة قريبة منك في العربية وفي المكتب وفي كل حتة بتستغفر عليها باستمرار. حاجة التانية: اللي حاسس بقسوة ومحتاجة مواجهة للنفس، روح ليتيم وامسح على شعر اليتيم، كما في الحديث: امسح على شعر اليتيم يلن قلبك. قلبك يلين، فيها سر كده ربنا حطه في الحنية على اليتيم اللي ملوش حد. فربنا ينجينا من القسوة على الغلابة، وينجينا من رد الفعل القاسي مع المخطئ. اللهم ارزقنا قلوبا حنونة ونفوسا رحيمة حتى ترحمنا في الأرض والسماء، يا رب الأرض والسماء.